ولما بنيجي نتكلم نقول ان الاهلي كسب امبارح والحمد لله وفرحنا، ولكن يا جماعه ده شكل مش مبشر لان انت جاي لقدام. انت دلوقتي الاهلي امبارح ما لعبش كوره، انت ما شفتش كوره من الاهلي. لعيبه الاهلي كانت بتقرب من منطقه تحس انها بتتلعثم في رجليها، ما تفهمش ايه اللي بيجرى لهم. الشوطه اللي شاطها الشحات طيرها بعيد، الكره اللي معلول كان قاطم بيها من على الشمال وداخل بيها لجوه وقاطم لجوه كويس جدا، لانها مره واحده قام مطلعها بره. كان في شكل غريب للاهلي اول ما بتقرب للمنطقه ما بتعرفش ايه اللي بيجري اللعيبه، وبتقرب للمنطقه بصعوبه جدا، ما فيش هجمه بتتبني معاك صح. فشكل الاهلي مع كولر في ماتش امبارح ده غير مبشر للي جاي قدام. انت رايح قدام تلعب افريقيا، تلعب الرجاء في افريقيا، وهتلعب الرجاء في كازابلانكا. انت مخرج الرجاء السنه اللي فاتت، الرجاء في البيك بتاعته دلوقتي، الرجاء مفاير دلوقتي ومتصدر الدوري بتاعه. فانت الرجاء مش هيستناك زي السنه اللي فاتت يقول لك تعالى خرجني، الرجاء هيلعب معاك ماتشين تقال قوي، وهيستناك في المغرب هيعمل معاك ماتش محترم. فان انت تلعب الرجاء بالشكل ده، وان انت داخل على ماتشات مهمه بالشكل ده، والدوري انت بينك وبين اللي تحتيك يعني بينك وبين غريمك اللي هو